أهلاً وسهلاً فيكم بنقاش معمق جديد. اليوم رح نغوص بسوق انتقالات ريال مدريد لصيف 2025. وصول تشابي ألونزو كمدرب. الموضوع أكبر من مجرد تبديل مدربين، صح؟ تماماً. مش بس بديل لأنشيلوتي، هي بداية مرحلة جديدة، هوية تكتيكية مختلفة تماماً يمكن. بالضبط، هوية تكتيكية جديدة. والفترة هاي فترة الانتقالات حاسمة جداً لألونزو. لازم يجيب اللعيبة اللي بيخدموا طريقته وفلسفته. نجاحه كله بيعتمد على هالشي. طيب، خلينا نفهم فلسفة ألونزو شوي. هو كلاعب كان معروف بالتحكم، التمرير الدقيق، الذكاء التكتيكي، صح. وهالشي واضح بينعكس على تدريبه. غالباً منشوف خطة 3-4-3 أو 3-4-2-1. شو بتتطلب هالخطة بشكل أساسي؟ شوفي، هي مش مجرد أرقام على الورقة. بتحتاج أول شيء 3 مدافعين هاديين جدا تحت الضغط، بيعرفوا يطلعوا بالكورة صح. أوكي. وظهيرين أشبه بأجنحة صريحة بيغطوا الملعب بالطول، ومحور مزدوج بالوسط بقدرة خلينا نقول خارقة على التحكم بالرتم، فهمت. والبناء المنظم من الخلف والضغط العكسي أول ما تنقطع الكرة. هي أساسيات. هو ألونسو دايما يقول اللي بيسيطر على الوسط بيسيطر على المباراة. وهذا يعني بيختلف كتير عن أسلوب أنشيلوتي اللي كان يعتمد أحياناً على الحلول الفردية والتحولات السريعة، صح؟ فرق كبير. ألونسو أسلوبه منهجي منظم جماعي أكثر بكتير. وهون بيجي التحدي، هل اللاعبين الحاليين بيقدروا يتأقلموا بسرعة مع هالأسلوب؟ هاي نقطة مهمة. يعني اللاعبين مثل فالفيردي، كامافينجا، بيلينغهام يمكن يتألقوا أكثر بهاي المنظومة؟ ممكن جدا، لأن قدراتهم شاملة ومناسبة. بس التكيف الأكبر رح يكون على الأظهرة والمهاجمين. مطلوب منهم أدوار مركبة هجومية ودفاعية ومنظمة جدا. طيب، بما إنه بنحكي عن اللاعبين، في صفقتين مهمين تأكدوا. دين هويسن المدافع الشاب من يوفنتوس سابقاً ب50 مليون جنيه استرليني، صح. والأهم ترينت ألكساندر أرنولد. بس السؤال، ليش ريال مدريد دفع حوالي 13.5 مليون دولار لليفربول ليجيبوا بدري وعقده كان قرب يخلص؟ صفقة هويسن واضحة، مدافع شاب بالمواصفات اللي بيطلبها ألونسو، يعني هدوء وبناء لعب. تمام. أما مبلغ أرنولد ل 13.5 مليون فهذا كان خلينا نقول خطوة استراتيجية ذكية جدا. الهدف كان إنه يلحق يتسجل ويشارك بكأس العالم للأندية بشكلها الجديد. البطولة الجديدة بجوائزها الضخمة. بالضبط. الجوائز ممكن توصل ل 125 مليون دولار، فالبطولة صارت هي نفسها محرك للصفقات وتوقيتها. هاي نقطة مثيرة جدا. يعني توقيت الصفقة كان مرتبط بالبطولة بشكل مباشر. طيب، أرنولد كظهير مواصفاته مثالية لخطة ألونسو الهجومية. أكيد. بس ما في قلق شوي على الجانب الدفاعي بخطة فيها 3 مدافعين بس؟ وهل سعر هويسن 50 مليون مبرر كأولوية؟ أكيد في تساؤلات. دور أرنولد الهجومي رح يكون طاغي، والتغطية الدفاعية بتعتمد على الفريق ككل على التوازن. مفهوم. وبالنسبة لهويسن المبلغ ممكن تشوفيه كبير، بس هو استثمار بلاعب شاب بمواصفات دقيقة جدا بيحتاجها النظام الجديد، وهالشي ماشي مع استراتيجية بيريز المعروفة، التركيز على أفضل المواهب الشابة بالعالم. اللي بنسمع عنه. تماما، مع الحفاظ على الاستقرار المالي طبعا. استراتيجية بيريز هاي ثابتة، بس المنافسة بالسوق صعب كتير. باريس سان جيرمان داخلين على خط ماستنتونو، وليفربول يمكن أقرب لفيرتس، ويمكن يعرقلوا صفقة كوناتي لو الريال فعلاً مهتم. الوضع أصعب بحسم الصفقات. السوق بصراحة نار، المنافسة شرسة جدا، حتى ريال مدريد بيواجه صعوبة. أكيد. بس النادي بركز على أهداف معينة بتخدم رؤية أولونسو ورؤية النادي الطويلة. يعني مثلا رحيل توني كروس بخلي البحث عن لاعب وسط جديد ممكن يتحكم بالرتم أولوية قصوى. عم نسمع أسماء مثل أنجيلو ستيلر، أليكسيس ماك أليستر. تمام، هدول اللاعيبة بيخدموا فلسفة أولونسو بالسيطرة على اللعب. إذن الصورة عم توضح شوي شوي. صيف 2025 هو بداية حقبة أولونسو بخطة لاعب واضحة 3-4-3 أو 3-4-2-1. نعم، وصفقات مثل هويسن وأرنولد بتخدم هالخطة بشكل مباشر، والبحث مستمر عن لاعب وسط بنفس الفلسفة. بالضبط. عم نشوف توافق بين رؤية المدرب واستراتيجية النادي الثابتة، مواهب شابة، استقرار مالي، وهوية لعب واضحة. طيب. التحدي الأكبر برأيي هو إدارة هالتحول.
الانتقال من أسلوب أنشيلوتي لأسلوب ألونسو بيحتاج وقت وصبر، وطبعاً مواجهة المنافسة الشديدة بالسوق. يبقى سؤال أخير للمستمعين يفكروا فيه: كيف ممكن أسلوب ألونسو المنظم المنهجي يتوازن مع لحظات الإبداع الفردي، الحلول اللي مش متوقعة، اللي دائما ميزت ريال مدريد وحسمت له بطولات كتير؟ هل ممكن هالأسلوبين يتعايشوا وينجحوا سوا بحقبة ألونسو؟